أهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده احنا هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وهو الفانكشن. فاحنا في فيديو النهاردة عايزين نعرف ايه هي الفانكشن ونستخدمها في ايه وايه تأثيرها عندنا في الكود. فتعالى نعمل مثال. أنا هنا يا شباب كتبت مجموعة أوامر برنت. أول حاجة فيها الاسم عبد الرحمن، بعد كده الاتش، بعد كده هو فلاتر ديفلوبر، بعد كده من ايجيبت. تمام. بعد ما كتبت الأوامر دي عملت مثلا برنت للسطر ده، إنه يفصل يعني ما بين الأكواد. فجيت أخدت الأكواد دي تاني كده وطبعتها هنا. تمام. وأخدت دول تاني كده وطبعتهم هنا تاني وهنا تاني، تعالى نفصل بين كل واحد وواحد. تمام. فزي ما انتوا شايفين إن الأكواد ديت متكررة عندي في كذا مكان. وطبعا زي ما أنا عرفتكم إن مينفعش يكون عندنا مجموعة أكواد متكررة بنفس الطريقة بنفس الكلمات بنفس كل حاجة أكتر من مرة. فمين اللي بيسمح لي إن أنا أكتب مجموعة أكواد في مكان معين وأكررها أكتر من مرة؟ ممكن واحد يرد عليا ويقول لي اللوبس. أقول لك صح، أنت كلامك صح، بس اللوبس بتكرر الأكواد اللي جواها في نفس المكان. يعني عشان آخد الكود ده وأحطه في لوب، فأنا هكتب هنا اللوب، بعد كده هكتب هنا اللوب، بعد كده هكتب هنا اللوب، وهكذا. فاللوب مش هتكون مسؤولية ليا، وغير كده أنا عايز أكرر الحاجة دي مرة واحدة بس. إنما اللوب مش هستخدمها عشان أكرر الأمر دوت مرة واحدة، لأ، عشان أكرر أكتر من مرة. إنما أنا عايز أكرر الأكواد ديت في أماكن مختلفة زي ما انتوا شايفين. فعشان نحل المشكلة دي يا شباب احنا هنستخدم الفانكشن. طيب الفانكشن بقى ديت بنستخدمها في ايه؟ الفانكشن بنستخدمها ان احنا نحط جواها مجموعة اكواد، ولما نكون عايزين احنا نستخدم الاكواد دي تاني هنستدعي الفانكشن. طيب تعالى نعمل الكلام ده. فنمسح الكلام ده كده، ناخد ده كده ايه، ناخدها قط، وتعالى نعمل الفانكشن. عشان نعمل فانكشن بنكتب ايه؟ كلمة void، بعد كده اسم الفانكشن بتاعي فانا هسميها فانكشن زي ما هي، وبعد كده الأقواس والكيرلي براكتس. بس طبعا زي ما انتوا عارفين ان جوه الكيرلي براكتس بنكتب ايه؟ الكود بتاعنا اللي عايزين يتكرر. في الفيديو الجاي ان شاء الله هشرح لك الفانكشن وهشرح لك كل حاجه عليها بالتفصيل، بس انا النهارده انا بشرح لك بس اهميه الفانكشن ومستخدمها في ايه وتاثيرها عندي في الكود. فما تركزش قوي على طريقه كتابه الفانكشن، ركز بس على استخدامها. فانا استخدمت الفانكشن ديت علشان احط جواها مجموعه اكواد، ولما احب ان انا استخدم الاكواد دي تاني هستدعي الفانكشن. هي فانكشن فيها ايه؟ فيها الاكواد ديت، فانا لما استدعي الفانكشن ديت الاكواد اللي جواها هي اللي هتتنفذ. فتعالى نشوف الكلام ده. مثلا هعمل برنت السطر بتاعي اللي كنت عامله. تمام. هل بقى هنا يا شباب اخد ده كده كوبي واحطه هنا؟ لا، ما انت خلاص عملت الفانكشن، انت بس هتستدعي الفانكشن بتاعتك. فانا الفانكشن بتاعتي اسمها فانكشن، فانا بكل بساطة هكتب فانكشن والاقواس بتاعته وخلاص. فلو جيت عملت رن كده مثلا هتتلاقي ان الفانكشن بتاعتي اتنفذت زي ما انتوا شايفين. طيب تعالى نستدعيها مرة تانية. فتعالى ناخد السطر ده كده كوبي ونحط هنا، واستدعي الفانكشن تاني، فهكتب اسم الفانكشن بتاعتي اللي هي فانكشن، وتعالى نعمل رن. فزي ما انتوا شايفين اتكررت عندي مرتين. ليه اتكررت عندي مرتين؟ لأن أنا استدعيتها مرتين. فتمام جدا. فاحنا النهاردة عرفنا إن الفانكشن بتاعتي بتخليني أحط جواها مجموعة أكواد، وأنا لما أحب أستخدم الأكواد دي مرة تانية فأنا بنادي على اسم الفانكشن اللي فيها الأكواد ديت. وأنا كان عندي هنا مجموعة أكواد حطيتهم في الفانكشن، ولما حبيت إن أنا أستخدم الأكواد دي تاني عملت إيه؟ استدعيت الفانكشن بس، ما اضطريتش إن أنا أروح آخد كده الأكواد دي كده كوبي وأحطها هنا وأحطها هنا، لأ، ده أنا بس استدعيت الفانكشن بتاعتي اللي فيها مجموعة الأكواد. فتمام، فأنا كده عرفت استخدام الفانكشن. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها بقى يا شباب، وهي أهمية الفانكشن عندي. يعني هتفيدني في الفانكشن ديت لما أنا أحط جواها مجموعة الأكواد ديت. والله زي ما أنت شايف هتوفر عليك الوقت. فأنا مثلا ما اضطريتش إن أنا أقعد أكتب نفس الأكواد ديت أكتر من مرة في نفس المكان. لأ، ده أنا بكتبها مرة واحدة واستدعي الفانكشن. زي ما انتوا شايفين أنا استدعيتها هنا واستدعيتها هنا، فأكيد هتوفر عليك الوقت. تاني حاجة بتنظم لك الكود. يعني في المثال الأول كان عندي هنا مجموعة أكواد كتير قوي، بتحس إن الكود كده متلخبط. إنما أنت لما تستدعي الفانكشن سطر واحد بس، وأنت لما عايز تعرف الفانكشن دي اسمها إيه بتسميها الاسم بتاعك اللي بيدل عليها أو تروح عليها، فأنت خلاص عارف إن الفانكشن دي بتعمل كذا.
يبقى تاني حاجة إن هي بتنظم لك الكود. تالت حاجة يا شباب، تعالى مثلا كده لو أخدت ده الكوبي وكررتهم هنا أكتر من مرة، وجيت قلت لك أنا عايز أغير الاسم، فأنت في كل مرة هتروح على الاسم وتغيره، فمثلا غير دوت أحمد، وهتروح تغير دوت وتخلي برضه أحمد. فأنتوا شايفين إن الموضوع هيكون صعب، إن أنا لو حبيت إن أنا أغير حاجة هروح أغيرها في كل مكان الاسم ده موجود فيه. إنما بقى لما أنت تستخدم الفانكشن، لا يا عم، ده هي الأكواد دي موجودة في الفانكشن ديت، فأنا مرة واحدة بس هروح أغير الاسم أخليه أحمد، وكل مرة استدعيت فيها الفانكشن ديت التغيير بتاعي يسمع معايا، مش هضطر بقى إن أنا أروح أغير الاسم دوت هنا وهنا وهنا. غير كده كمان يا شباب إن التطبيق بتاعك الأداء بتاعه هيتحسن. يعني مثلا عندك تطبيق فيه 1000 سطر كود، أكيد أداء التطبيق دوت مش زي التطبيق اللي فيه مثلا 100 سطر. فأنت في الفانكشن بتكتب فيه إيه؟ بتكتب فيه الأكواد، ما اضطريتش إن أنا آخد الأكواد ديت أكررها كذا مرة. فبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة إحنا عرفنا إيه هي الفانكشن وبنستخدمها في إيه، التأثير بتاعها عندنا في التطبيق. فأنا كان عندي هنا مجموعة أكواد، حبيت إن أنا أكررهم أكتر من مرة، فبدل ما ناخد مجموعة الأكواد ديت وأكررهم هنا وهنا وهنا، فالتطبيق بتاعي إيه؟ حجمه هيزيد وحجم الكود بتاعي هيزيد. فلا يا عم، تاخد مجموعة الأكواد ديت حطها لي في فانكشن، ولما تحب إن أنت تستخدم الأكواد دي تاني استدعي لي بس اسم الفانكشن. يعني بدل ما كان عندي 4 سطور، لا ده هو سطر واحد خلاص. في الفيديو الجاي بقى إن شاء الله هنشرح فيها أنواع الفانكشن، يعني فانكشن مثلا بتعمل ريتيرن، فانكشن مش بتعمل ريتيرن، زي مثلا ديت فانكشن مش بتعمل ريتيرن. طبعا الكلام ده هنفهمه بقى، وهنشرح بقى ايه هي الفويد والأقواس دي نكتب فيها ايه. فبس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.